أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 33 من دروس شرح موطأ الإمام مالك رضي الله عنه. أيها الأخوة الكرام، سقد نفسر إن شاء الله ودن شرح الحديث 144 وما بعده، حديث 144 وما بعده، ومع كتاب الصلاة وباب ما جاء في النداء للصلاة. مسلمك المصطلحات كتاب باب كذا مصطلحات قديمة منهجية. ما معناه؟ كتاب معناه ذو العنوان الأكبر يسعى داخل الفروع. هذا فض ذي ذكر سعنا التفاصيل ما كان ثورة. باب كتاب الصلاة، وطبعا الصلاة إذا قال لي الباب ينسم زوارو ذي الأذان نقول المنسي الأذان وحنزال، والأذان هذه لي عند دخول الوقت، خطر الأذان قبل دخول الوقت محرم، لأنه الأذان تنتابه الأحكام الخمسة. قد يكون واجبا يعني فرضا على وجه الكفاية، قد يكون سنة، قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها. مثلا الذي يؤذن عند الوقت الضروري من المقرب ذي المغرب هذه الدنيا العصر الغشيت بيرتيربين غلا من المقرب ذي المغرب يمكتاد أدير في الأذان إلى العصر. الوقت النقرس الوقت الضروري، وقت الضروري العصر، ولا يجوز تأخير الصلاة إلى وقتها الضروري إلا لضرورة. مولاش خطي تقيم كان دي الوقت الاختياري، والوقت الاختياري واسع كما شرحناه فيما سبق. صافي حينما يرفع الأذان في الوقت الضروري من صلاة العصر لصلاة العصر مثلا، فهذا حكمه حكم الكراهة ماشي التحريم، حكمه الكراهة مكروه. خاطر الغشية بيرتيربين وزاينا راه اسكو الاذان كاين العصر يعدى، اسكو المغرب مازال صافي يزمر الغشية. ذا كذلك الأذان للصلاة الفائتة لا تظهر في فات تفات وزمات اون ديفيرين مش قارن يعني تنظر دفير خاطي. لذلك معليش تلقى مسألة منهجية. باب الأذان غير فتح قوس نيوم دسقيت وقت المعاصر في المنهجية خدمني كان طرق، طبعا ماشي طريقة واحدة، من هذه الطرق يتقسم الباب إلى فصول. ذاكي الباب هو تفريع للكتاب، ولكن دي الوقت المعاصر الباب هو تفريع للقسم، والباب ينقسم إلى فصول الشابيتر، والفصل ينقسم إلى مباحث، والمباحث تنقسم إلى مطالب، والمطالب تنقسم إلى فروع، والفروع مثلا إلى أولا ثانيا ثالثا، وبعدين الأول ينقسم إلى ألف باء جيم دال. وإذا ذاك يما تتفضل الحروف الألفبائية الحروف الأبجدية. الألفبائية معنى ألف باء تاء ثاء أكا وكي الترتيب. ما الأبجدية لا، أبجد هوز حطي كلام أتشمل ذاك أمور الآن على بالي مثل هذه الأمور الآن تقريبا ليست معروفة جدا. لو كان يستخدمون الحروف الأبجدية ألف باء جيم دال، ما يروح الألف باء ألف باء تاء ثاء ولكن إلى آخره المذلية. ما لا أبجد هوز حطي كلام إلى آخره المكفنة الحروف 120. من بعد ذاك كذاكي ألف باء جيم دال تنقسم ذاك إلى 1 2 3 4 وهكذا. ثقي شو الهدف في ناس منهجيه لا ميثودولوجي، وباش نزر باللي يروح نفكرها ولاكي باش يكون ديني اصول المنهجيه موجوده عند فقهائنا لا
هذا كتاب الصلاة، وبعدين باب ما جاء في النداء إلى الصلاة. ربي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، سورة الجمعة الآية 9. تعريف الأذان ما هو؟ شو المعنى؟ معناه إعلام بدخول الوقت، يعني وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وقلت تعريف نص الجامع المانع. إعلام معنى من سر الأذان صافي كشم وقت نزال. لذلك المؤذن مؤتمن والإمام ضامن كما جاء في الحديث. المؤذن مؤتمن، زنتيك تفضل لا ريسبونسابيليتي الوقت، إلا ريسبونسابل. لذلك ميم ثور ديال المساجد، ميم ديال القوانين وكذنت دا شو ديال الفقه باللي مسؤولية المؤذن زين ساري ولي الوقت يكشم الوقت أذن يرفع الأذان. معناه ولا قرا هذه الصغلوظ الغاشي وإذا انتظران ثور ما نسى يغلظ الله غالب ساري معناتها ممكن حتى ديال رمضان ديال السحور ديال شحال يقدران ثيكوال هذه الدن الفجر نسى مازال يعدان غادي الدنيا المغرب نسى مازال وخلفوا زماس تخلفض ماشي مثل انت مغارف هناك تشا قبل المدن المغرب تروح هداكم تشا سني صوز الظلام ميثش ما كنت غزرني دغا سوا معنا غشان غاشو المدولي ثيغيلت يطيج مازال يغلي صافي تشا 21 دقيقة قبل اسمي الدن الشيخ المغرب ثيواتسج اي غار ثنيسس خلفه طبعا واقي ما ولاش اخلف سيتادير تشقبل 20 دقيقه الى قو السرى الماء يعدل المغرب 20 دقيقه ولاش اخلف زين بعد قد يسال الفقه الخطا تغلط ثقيله قد تقضوا وتغرم ذايا سبحان. شوف القاعده الذهبيه ديال الفقه انك الخطا في الليل ماشي كما الخطا في النهار اي غار الخطأ في النهار إلا قميل يدن يعني يتشال المغرب يفطر قبل هذه الدن المغرب يغلظ ذاك يزيوزو سمي ولا رجاونا كان يولي يطيجاوا مازال يلا صافي يغلظ ذي المغرب يتشا يفطر قبل الاذان المغرب واقي إلا قثي غرم أي غر خطر الأصل بقاء النهار بيقين ذا سي قلنا مثلا دقواس مثلا 12 الوحدة الزوج 3 4 يزرى ذاس صافي وإلا كان أذي يفطر ألم ما يسوري باللي يشم ذا المغرب ذاك يقارن قاعدة ديال الفقه اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. فالصيام أصل والإفطار طارئ والطارئ يتحقق بيقين لا بالشك لأن اليقين لا يزول بالشك. فهمين القاعدة ياكي إما إلا الكونترير هذا ثورا كوني فرضنا قضاء رمضان ذا ينقل نزول المغرب نتشا بيان وكذا من بعد الحويض أبري ون أي ثلاث في ال11 في الزوج في ال12 في الوحدة في الثلاثة في الربعة من بعدين يسوى من بعد أذان الفجر صافي ذاكي جماهير الفقهاء ندوسي ساعة وذرة أي غار خطر الأصل بقاء الليل. الأصل بقاء الليل ولكن الفجر هو الطارئ. المهم القواعد قد ولا الرسمت إن شاء الله ما نوضر الفقه الصيام ماشي ساقي نكشف ذيها من ثورة كان باش دينيغ باللي تعريف الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة. خاطر ربي ناد أسأل الآية تعلق في المحراب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومش فما يتمثل الباب الأول إن غرا ذي الموطأ
ويدي سميتين باب وقود الصلاة ماشي أوقات الصلاة. شفا ما إذا عرفت أوقات يجوز وقت جمعه أوقات الأوقات، ولكن الإمام مالك يستخدم مصطلح نظن إند وقوت وكي جمع كثرة، ميل أوقات جمع قلة. تذكرون اسمين السقردش تمثلتكي ناود أيغر الإمام مالك يختار الوقوت ويختار أوقات لأن دايغر خاطر نورمالمو أوقات، لأنه شحال 5 الظل قلان 5 إن الصلاة كانت على يوم كتاب مقوتة 5 الظل الصبح الظهر العصر المغرب العشاء صافي لقديني أوقات جمع قلة 5 يسنت ماشي طاس. ولكن الإمام مالك خاطي إنك وقوت جمع كثرة نفكاد الأسباب. السبب الأول أن الإنسان ماشي كان يظل 5 هذه الظل لولوف تظل مادام تعيشي ويسعى العقل مناط التكليف هذه الظل بالدليل قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صافي ينظل المنموث صافي في النهاية عدد الصلوات كثيرة صافي يستخدم وقوت لهذا السبب. السبب والسين ذا شوث الأجر. بارك الله فيك. نبوذ ثم شهود المعراج الناس 5 في العمل و50 في الأجر، معنى أجرها كبير إن شاء الله تعالى. ثم أدنوي شوية بعض الأحكام كالسريعة وبعدين نغلل الفضلين. حكمه تنتبه الأحكام ال5. السنة مؤكدة لمن؟ لكل مسجد ولو تلاصقت المساجد. لكل مسجد عند إلى الجامع يرفع الأذان. السنة مؤكدة يسن لكل مسجد ولو تلاصقت المساجد. نغدقي العتيق صهدا كلا سعيدة مسجد النور اللي شوط مسجد الزلال والله تسوام كي يسعى اسمه كي اسمه توبة مسجد التوبة بارك الله فيك. من بعد الصبح صار مسجد الشيخ رزق شرفاوي الضوء غسل جوامع قرفا، ولكن يسن لكل مسجد ولو تلاصقت المساجد. ذا كذلك يسن لمن؟ لكل جماعة تطلب غيرها. لكل جماعة تطلب غيرها معناه قال لك ندير 4 يذون تبغى ما تظلم جماعة يون ديون قال خويا كمال ارفع الأذان هذه الدن شي يون قال هذه 4 سي خطيب بالك ديال القضمة زمور دي فران كذا ترفدهم الصوت بالك ديال يون سينو ديال هذه الظليدون هذه أجر الجماعة. المهم قلت غادي خاطر مسائل فقهية شوية إلا ذا سمحت لي وكي قرنص الأذان المسنون غير المندوب. الأذان مكروه يكره للصلاة في الوقت الضروري. ما كدلنا قبل حين ديال المقدمة ذي الوقت الضروري نتصلي مكروه وتسد النار خاطر لو كتسد النور تستغضض الغاشيه ما كيكون النير يول ما الا ثوره مثلا تصلي المغرب في 6 و11 نغوص 12 دقيقه لو كان يولى الدم 6 غير 4 الوقت الوقت الضروري العصر الزمار ديال الظليون الوقت العصر الوقت عادي فالظلي تندير الوقت فقد ادى صلاته في وقتها يظل زي الوقت ولكن في الوقت الضروري لا يجوز التأخير إلا لعذر ذاك صافي مكروه الأذان. وكذلك يكره للصلاة الفائتة ولا مونس عن ذي غرم تظليث ماشي بكل تظليث غادي يخدم الأذان غادي يخدم الإقامة. نعم الإقامة ننسى الله أكبر أشهد أن بعدين قد قامت الصلاة الله أكبر بكل تظليث ولو كانت تظل 20 سنة غادي دفير ثاقي تظليث يفوثم استغرمض الإقامة ما تصوت الحرج مرفوع ولكن الأذان خاطئ وتقرا أذنا العشاني والزلغرة قبل عامين خاطئ. الأذان الواجب لأن داكي نهضرت فلاس الأذان هو من شعائر الإسلام يرفع الأذان. لذلك إخواني نفثي جديث النغ الأذان وجانا دي يحبس طبي الدارت ولا الشيخ ولا شا
يمزول أنت دارت تظن قال الشيء تظن الفجر الشين الطهور الشين العصر الشين المغرب الشين العشاء مستفهم. الأذان يرفع ولو كانت تدنوض تزاد وحدك ولو كان تصلي وحدك معليش الملائكة راهي حاضرة معك وعندك أجر الله يبارك. لأن الأذان له فضل سنذكره بعد حين في أحاديث كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام اخترت بعضا منها معظمها راهي موجودة في الموطأ وبعضها موجودة في البخاري ومسلم إلى غير ذلك، ولكن تبين كلها فضل وأهم يعني الأذان والأجر المؤذن وهكذا. الأذان المحرم الأذان الحرام يحرم قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت حرام. ولسدنا ريون قبل الفجر الأذان نتظل في الفجر نغ أماكن خاطر أماكن دنا يصغر الغاشي إلى آخر هذا الكلام. ثورة نغال سين النظام الألفاظ ينس معروفة ولكن بالتسكين ماشي بالإعراب، بمعنى الأذان ساكن ولكن الإقامة معربة. الله أكبر أكل دين المؤذن مفهوم. أشهد أن لا إله إلا الله يسكن يعني في الآخر، ولكن دين الإقامة لا، الله أكبر الله أكبر أكا أشهد أن هكذا. شفيغاونا وندقيون واسي مخلوق الله يرحمه مغار صاحب المتون تذكرون الأذان المؤذن يخدم الأذان الناس أعد الإقامة يخدم الإقامة الناس الإقامة ينك تغلظ عوداس الناس الأذان ساكن والإقامة معربة. طبعا عنده يفهم يعني الوقت الناس حوالي 18 سنة أكثر أبري عاود السد يسفهم السد. يلا شروط صحة الأذان. الشرط الأول الإسلام، طبعا هذا أنت أذان تاع المسلمين. الشرط الثاني العقل. الشرط الثالث الذكورة يعني يرفع صوت الرجل ماشي صوت المرأة. الشرط الرابع دخول الوقت، بدا من النادي تعريف الأذان هو إعلام بدخول الوقت. الشرط الخامس ذا 4 شروط. من بعد ثم نهضر في المندوبات، هي كثيرة مندوبات يعني مستحبات. المندوب الأول تطهر، لازم يكون على طهارة مائية من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ولكن إذا تخلفت الطهارة المائية تنوب عنها الطهارة الترابية، وقد قلنا أن الطهارة المائية هي أصل والطهارة الترابية بدل. سن المصطلحات تقول الأصل والبدل. العبد يغلظ سوامان مولى شمان أثان ستيمم أذي تيمم وذا رفع الأذان وثقي مندوبات إناك ما إلا لو كان الطون ديال ديق الفازرون غا شال نغ كذا غادي يغلظوا خاطئ باش يروح الوقت، لأن المؤذن ما كسلام المؤذن مؤتمن ذنسى اللي ريسبونسابل في الوقت ذنسى، ولكن الإمام ضامن مي يخدم الإقامة الأذان والإقامة الإمام نروح الفيرس يضمن هذا يسيون عند الركوع يضمن الناس سورة الفاتحة يضمن الناس كلش. فهمتوا المسألة كيف؟ يغرد النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. مثلا من الظل المغرب إما يسديون روطار يكشمد كان يثبوت الشيخ يركع من طال الفاتحة وتسيدي غرارة والو يلحق ديريكت الركوع النية تحسب ركعة واستضمنا ذي الإمام. خاطر النبي عليه الصلاة والسلام تقول الحديث وايض إن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لذلك العلماء حينما ناقشوا يعني وشرحوا هذا الحديث صنفان رأيان. الرأي الأول يناد لا صلاة صحيحة، والرأي الثاني ند لا صلاة كاملة. الرأي الأول نفي الصحة، الرأي الثاني نفي الكمال. وقاعد يفغنر ثمورة عند المذهب الشافعي مثلا الإمامة دي حتى الصلاة الجهرية غادي الصلاة السرية الشيخ يقرأ وكاين قار الجهرية ماشي انت دي قرأ الفاتحة نكون يد القرض فيرس لا إلا قال السمحس إمي كفى قراءة الفاتحة
الإمام هذه السوسم كيلك سكوند كني تسوسميني أي غارة مي باش يفك الوقت يوقع ذي الظلم الفيرس باش تغرن الفاتحة تدغرن تقولها ونسل ماشي الصوت فهميت. المذهب الشافعي يرى المقصود بالحديث لا صلاة صحيحة هكذا يفهم. وطبعا ميل الحديث نص القرآن نص السنة يحتمل أكثر من معنى زعما تفهم الطريقة يجوز. المهم في حدود معاني الألفاظ العربية وفي حدود دلالة لغة العرب ذايا. المهم تفغالا الإطاري ماشا دين ضينورنا اللي ما دين أين الزمرة ذيلي أتقفل تعرف مادام الحديث عن القرآن تعرف فهو مقبول. ولكن قاعدين لا صلاة كاملة. لذلك المهم ماشي هو قاعد موضوعنا غير فقط دينيغ باللي الإمام يضمن أمور كثيرة وكان أمور لا يضمنها سيأتي بيانها في الوقت المناسب. إلا المندوب والسن حسن الصوت وقي مندوب الأذان وين لا ندير في الأذان إمي نفهم ماذا بك ذيلي وين يسعى الصوت يلهام أليس كذلك؟ سبحان الله هذيك ولا ذكوسو تصدي ولا ذا نذكر إلا ولا ذا بالك سيرها جيت كان 8 و4 تصل خاطر كيف لا صحيح إلى الأذان كي ديك الساكي دي سوفاس كوسو نغلا إلى الأذان. لذلك وقي مندوب ماشي مندوب ما إلا وقلا نسعى الصوت الله يبارك الله يبارك يقارنوا بسيون انت الصوت يسابي بريكان مسكين موري زرب لي الصوت يخص أسنين يصل يسول المغرب يزول المغرب يون الصوت ولا شاك مسكين والو الناس واش رايكم الصوت ويلها لأن الصوت كشكيف لها كان الصلاة السرية طور العصر طور العصر سيتادير فهم الفهم سمحت يا الشيخ ثورة في حلقة ولكن المهم الإنسان يظل يسن الأحكام لو كان الصح ما نوفى في رمضان التراويح مثلا تزران تفضل غشي تنادين أن دايل الإمام يسع صوتي لها تروح نردين ولكن تقول لك قد توفر الطبيعة جماعة الخير خاطئ صافي ماشي والجماعة تنتشري والناس يفرغ لا يعني أنسعوا توجور الميزان وايض خاطر الدنيا تبنى في الميزان ذم كل شيء إلا المندوب والثلاثة الأمكان علين كم ثورة الجوامع الزيك ثورة لاني ميكروفون الزيك تفضل تخدم لي زيسكالين ألا ماذا يساون المنارة ريدن الكذورار حكينا غادي مغار سفلا بذرارك أو زرون أو ذرارك يرفع الأذان وقي مندوب. المندوب يصير 4 لازم المؤذن يؤذن قائما سيف الدين. أما كنزرم ديال الزاليث القيام فرض وركن في حق القادر ويسقط هذا الفرض في حالة العجز. مرن كرا نزال سيف الدين فوقيت الواجب فرض ما إلا يونور يزمير راه غادي الزال. أما كنشرح صلاة العاجز والمريض وسنعود إليها في الوقت المناسب من خلال الموطأ يعني ديال الزال سيف الدين موري زميرة سيغيمي موري زميرة سيغيمي في ذي سيفوس موري زميرة في ذي صازلماض موري زميرة في نكنيث على ظهره موري زميرة فوا بوضيس هكا دشق الرويس القبلة ما إلا فعلوا لي سيدارني القبلة ياكل ديطاياكي المهم الزال فالزال في السعر العذر إذن ولكن الجلوس مكروه ولكن إذا كان لعجز أو مرض ترفع الكراهة. إما المؤذن يقرأ حيث وعلو يسوي زميرة هكذا في ذلك كراهة الدم كان كسيغيمي هذا. إلا المندوب 5 استقبال القبلة. لذلك المؤذن دائما يتسارع القبلة ماشي المصلين ماشي القبلة ثاني مندوبة. والسا حكاية
ما قيل من قبل سامعيه ثقي مندوب معناتها من سال الأذان نكري نردد مع المؤذن لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء مثل النداء معناه الأذان ظليث فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في موطئه بمعنى كما أخرجه غيره معنى مثل الأذان قد تعوذم الله أكبر الله أكبر أشهد إلى آخره مد يوض حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح شدنيني لا حول ولا قوة إلا بالله أي غير نحولق الحولقة ثقي باليدنيني المعنى يسمعناها حي على الصلاة حي على الفلاح لو كان ماشي القدرة ربي ونظلها خاطر أطاس يقسن الأذان وقتني أطاس بالك يثمذيت أدسلن 10,000 مزولة 10,000 يجي نسلمن بالك 100 كانوا ما يقبل يرن أول ونهضر في أصحاب الأعذار خاطر أصحاب الأعذار تيجي نهضر في ما سبق يا جماعة الخير يعني ماشي ما ديري البيروينس يلا شينا غرس 20 مدنا 30 سينا رجوت كان تزلغ طهور هذه قيم ساعة وربع ساعة ونص للجامع شيك يعني دينا راه شرعك عندك عذرك قيم دينا هذا الوقت الاختياري وصعب ميوقاذي تيسر انت الامور الظلن يا ربي يلبوا النداء معناتها التلبيه تكون بالقلب وبالجوارح القدره ربي بالقلب ذول قرن قبيلي ثم يزوار وول اذ بعيث وضار لو كنت ثورة مثلا الحضور المبارك لو كان ماشي ذولاون يديوسان تسمرا ودنسى سرك ولكن مادام اولاون روح عند الجامع نستدغ الجامع لا الولاون دسينا راه ان شاء الله دسم لا يا لذلك ما يكرهون هذه الزلس القدره ربي لا حول ولا قوه الا بالله وتصوروا اللي يسمع الاذان 20 30 سنه جامي قالوا نعم جامي شغل خاطيه ماشي كونسيرني هو خاطيه كي قرواقي اي مزله نتسا خاطي اما يتزلى يخدم الطريقه ينس ثم تخدم تسيرني اما هكا ما يصليش اصلا نسال الله الهدايه للجميع. هذا الحديث كما قلت اخرجه الامام مالك في موطئه. ثالث مثلا نروح نذكر بعض الاحاديث خاطر كثيره في بيان فضل الاذان. نزور حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اشو دينا المؤذن يعني مريد يغفر له مدى صوته. الله اكبر اكني الصوت يسن دا يبض سبحان الله العظيم وبحمده مقل كان الفضل ينسم بعد ويصدقه كل رطب ويابس مع انتهى يكون دخل ربي ذي الدنيث يوض الصوت يسر غورس أدي يشهد في الناس يوم القيامة. العلماء في كان تفسير الأول يشهد له تفسير وسينه يستغفر له مثلا كمال يرفض الأذان الصوتيس يوض السياغ الجهة لوتيس محموتان يوض السياغ هذا المذ سونترفيل يوض المذ عنده يبضاك الصوت يكون يدي خلق ربي يكون أما تزمورث أما ذي الحشيش أما ذي بنادم أما ذي الحيوان أما ذا زرو أما ذا كال أما ذا قرموذ كل أين دي خلق ربي الأذان يبضر ذين أدي الشهد فلاك يوم القيامة بالليل سلاسي الأذان الفلاني ما شاء الله ثوضا مثل الأجر شو يسعى الأجر سبحان الله إلا المعنوي السين إنه يستغفر له يعني الستر من ربي باش يعفو قل كان الأذان شو يسوى وكذيو الحديث أخرجه الإمام أبو داود والإمام أحمد بزاف أئمة اللي رووا هذا الحديث. إلى حديث وايض حديث أبي هريرة ذكرنا قبل حين ينادينا النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. لذلك الإمامة يا جماعة الخير مسؤولية من ذي الشرع ذي الفقه هنا ذي تعرفيث دائما الإمام وكذا ظن فيرس أذير ذوقا ذيك سن القرآن باش ما يغلظ أسدورين
يقول كيف يفتحوا عليه، مفهوم؟ يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أسين فاتقون. يزمر كذا مرسين راه تيكوال لأنه قاعد تساوي الإمام ديال الغلاظ السنة عدى لقيت نصلي في الجامع الإمام يبوسي سوا سوا ينطق ديون ست طرفين كاين يكوريجي ياسد نسى الإمام وري غلي ضارة أبري غالي صغوضيت مفهوم هم الآية بواثو راكي إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فاتقون فاعبدون. ثلاث الآية شوفها ثاقي وأن ماشي إن وأن ثلاث سلوى وزيادة من بعد ماشي إن أن بفتح الألف هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون صافي يوث فاعبدون فايض فاتقون يوث إن يوث وأن صافي ما إلى الإنسان يديقي من داكي ويفريزها لشوالاكي يسمى الإمام تسغلظه. لذلك الإمام ضامن يضمن الصلاة إلى آخره الأركان الناس الفرائض الناس المندوبات والمستحبات وإلى آخره يخدم كلش. وكذلك عند الخطأ يضمن ما يغلط يزرى ما يخدم السجود السهو القبلي نغ البعدي ماشي مثل ما شاوت لكن الإمام يجفد يون الإمام يخصص الوضوء يروح بيت يعني يروح بيت الوضوء يجفد ديوني باش هذيك ما تصلي الإمام يروح ونيث بعيد جان الغاشي بلا يبغى الناس هادشي غاشي تبغيض الناس كي خضع ربي نسجل كاين باش تكمل يذبح ديريكت أليس داكي كان دي الصف ما في ديون ولاش الصف يتشور هاد جبر ديون يجوز هاد جبر ديون لا أثيد جبر باش يصلي يديك وتصلي وحدك يونك باش يتجبد غنسى هنا كيخدم شغل الفيزيك كمشي كني من كل القاعده الفيزيائيه يعني اكسيون رياكسيون اي يوري اخترارا براسميك فين شبيك شو الناس بغات زاديدي الناس يكون يزال واحد اللي كيفاي سواسي صاف الور يفهم راه تمساتي في كل من الاخوه ديال روح يونا ديال عدي زاتوايا خي خدمن في قالك الله يبارك المساجد تورا ساعنا تخنض الحائلني هذا رواقي إنك خدم راسك كيون بحشوي تاع الديره إنك كيف كذا فوز مفهوم لا أنت وزهرك مع من طيح أنت راك تصلي جا واحد يفوت دير له هاك سي تدير راني مصلي هو يجي هو عندك الزهر كي ما سلمش عليك منه من يقول لك لا باس بخير الحمد لله إلى آخره. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن على الوقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس لو كان الظرن مذانا ما في النداء والصف الأول صافي ذا جيبو ثنتيسين النداء معنى الأذان والصف الأول معناه للظاليث الصف الأول هو الذي يلي الإمام منطقيا لغة أن يصف مزوارو صفني يدوسن ذفير الشيخ وقصف مزوارو ولو كان ذيلي على بعد 10 مترات ذاك غادي في الحديث هاكي ذا شو سوا القيمة أزال لا ذنك الصف مزوارو لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه معليش نهضر ذاك ثوره في النداء مفهوم الأذان معنى الأذان يسعى زرد القرآن ثوره دين النبي عليه الصلاة والسلام شو بزاليس ما معنى الصف الأول هل المقصود بالصف الأول معنى الصف الأول الذي يأتي مبكرا ويصلي له خاطر مثلا في الجمعة كاين اللي يجي فعلا يجي الاول ويحكم بلاصتو هنا صح مي كاين اللي يجي بارمي لي بروميي يريح ليه وكاين اللي يجي بارمي لي ديرني
الزوج غير 20 وحده ونص كاينين الله يبارك ما شاء الله يجيو من هي يبدا يقطع يحرق لاشين كيما يدوبلي في لوطور يدوبلي هنا دوبلي ويجيب كذلك هنا اخي على بالكم بهذه الشيوخ نتاع الزمن والله ما يقبلوا حنا دوكا مانيش عارف الا نخافوا ولا نحشموا بكري حضرنا والله والو حبس صلاتك بطل شنو هذه المحنه هذه صافي ما المقصود اذا الصف الاول فهميت السؤال تفضل الصف الاول يعني صف مزوارو ولكن سمحي إما إلا يون يساد مثلا كيتش فسيرد وقت الله يبارك زيه ولكن قيم ذهن المفروض هكذا بارك الله فيك المفروض نكمل الصف الأول ثم الذي يليه فإن كان هناك نقص فليكن في الصف الأخير أعطيك الصحة الشرع قلت هذا هو السنة هذا هو الشرع ولكن ممكن واحد مثلا نهار يوم الجمعة يوصل على 12 مثلا ولا 11 ونص وصل هو ما يقدرش يريح هكذاك يقول لك نروح الحيط نتكى لهيه هذا يعتبر صاحب فضل ولو لم يحتل مكانه في الصف الأول فهمتوا الرسالة؟ معناتها لو بروميي شوا هو الذي يجمع بينهما يجي الأول ويحكم بلاصة الأول مفهوم؟ أديس مزورة وهذه الطفس فمزوارو ثقي ما شاء الله من بعد الدوزيام شوا ما يليون أديس زيك غاس ما تشيري الصفا مزوارو يقيم ذاهي أذيوي الفضل ذاك اليوم بول مثل ابن عبد البر المالكي القرطبي المالكي الله يبارك من كبار أقطاب الأمة من ذكرت بعض الأسماء مثلا باش تشوفون ابن عبد البر وقي عنده كتب كثيرة استخدم هذيك الساعة برمي في كتابين لان كتابان في غاية الامتياز يعني ضده في الله يبارك يوم كتاب اسمه التمهيد كتاب ضخم لم قرن الله يبارك يسأل الكتاب هذا اسمه الاستذكار ذا شو ديننا ابن عبد البر إناد لا أعلم خلافا أن من بكر يعني يسد فزيه وانتظر الصلاة يرجع تظليث وإن لم يصلي في الصف الأول غاسموري الزولار الصف مزوارو أفضل ممن تأخر وصلى في الصف الأول فرع فهمني يا جماعة الخير الله يبارك يعني ميلا إنك لا أعلم خلافا بين أهل العلم إنك من بكر وين دوسان في زيك الحال يرجى تظل ثلم يدبض وقيس على جرذم قراني أفضل بين دياسن روطار وذي الظل صفان زوارو خاطر يفاغ مكان ما يحرش نغاوي سمكت الله إنك ثم لم يجدوا لقد يهضر الحديث الفضل باشو للأذان يعني النداء أكل صفان زوارو إنك ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه أشو مع يستهموا معناه أخذ من القرعة نديروا القرعة لو كان نفع أنظر لو كان أني السين وانظر ونحصو ذا شو الله جريك ساعة اللاذان أكذ تظلي تصفى مزوارو القرعة أنخدم ويقارس تصغارت ويقارس مقرحت يعني القرعة استهموا ولو يعلمون ما في التهجير تعرف معنى التبكير في ذيك الحال لاستبقوا إليه ربهم فاستبقوا الخيرات لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة يقصد بصلاة العشاء والصبح يقصد صلاة العشاء والصبح جماعة لأتوهما ولو حبوا يعني مشيا الحبوة وش المعنى ذا مورذ قرذنا مشطوح هذه تمور ذي نحو هذه الحو في الشرار في فسم أكيد تمور ذن في فسم في الشرار سبحان الله والحديث متفق عليه يعني يعرف البخاري ومسلم الله يبارك نسأل الله أن يوفق لما يحب ويرضاه
وفيه أيضا سبحان الله يوم الحديث حديث ابن مسعود ينادي النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ذاك الإمام أحمد الإمام مسلم وغيرهم من العلماء الأئمة رووا هذا الحديث. المقصود السيس ما إلا ترفض الأذان وقال لك يشدي السلام ظلني الأذان من السلام إنك نثني بوين لاجار كتب بيض لاجار بين اثنين وكذا نيفو علينا مليح باش نظهر الاذان يسعى القيمه ثم قرانت وكلت بعض الاعمش نتسكى القيمه. بس كان يحكي ديونا في ثرداق الميتين ولاش اللي شغل التليفون معروفيث ميقمو ثيون يسولتو يثذرينا ثوريث مدينين لاباس يعني الشباب الله يبارك لاباس يعني تهتم من وكذلك بعض النساء الآن ولكن يوم الوقت ولاش سيتادير تضيم بمغار يسير ذي الميتين يوثن تمغار السير تلاوين ميلو مغارقي غافن غي شو سيضران استفناتيو داخل البنوار ما مشي يستخدم فروش الشمس وامان معناتها لانت الاعمال يسعى لجر ضم قران نغفل فلاسنت ميم الاذان نغد الزيك اكا ساكنه في كاون المثل فيهم تمغارث سلا الشيخ يتدن ولاش اللي ميكرو ولاش يدن الصوتيس يبحبح يروح هذه فهو مغاره ديال الزال ثنيا سايا مغاره الدواني دبيض الدواء يعني ثامنت او يستي الشيخ إن ياس مغاره وقيد الدواء ثامنتي وخام في الناس الشيخ خير يزوارا نكوني خاطر الشيخ تيسو اذ يحلو ان شاء الله باش الصوتيس هذه عليا تسلم الدنا الظلم تيجي تسمغارث وثغرا الفيق وثغرا رامي سمحتي ما تفدرها كي مغار نتسولا سي مغار باسكو والله هاد النوفا ليله محمد رسول الله يون السر لا ربي يزرع يون السر العجب تشمض الجماع يوثن السكينه يون الوقار يون القدر كل شيء يلا ربي توليه ثم الصلاح انت مغار ثقيت تخمم كان واحد تبو سيدي صواب طبعا باذن ولكن معناه ماشي معناه تستخدم هكاكا ولكن باش نظهر كان امك يتوفق ربي امذانا. الا ذا الحديث وايض حديث غزيف انا كان ابو سعيد الخدري رضي الله عنه في سينا بري الاخير سمعته من رسول الله اني اراك تحب الغنم يسينا يسون صحبي صغير ما خصيه بيتحمل المال تكسر المال والباديه. لماذا تسمى البادية بادية؟ لأنها ولاش أشجار ولاش الخلا بادية معنى ظاهرة بادية الخلا. فإذا كنت في غنمك مثل اكتساب المال أو باديتك باش نفهم ذيك العبادة السعي ونسر الله أكبر وقال له القضنا زمور ديال كازان تلاوين وقت نزري الظلم ديال الخلا النبي عليه الصلاه والسلام ينادي وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. مسجد معنى الظلم ذاته ماشي الماء الجامع شوف هذا الجامع الله يبارك مولاش ذي فرا داو الزمور الزر ديال الخلا ثلاثه اربعه يمكساون غزي كيف اللحن هذا كرزن هذا مجرن وقت الظالي تظل صلاه الجماعه عادي. يغدا يفتح قوس ايضا حتى صلاه المراه ماشي سين تمطوط كمين القضاء زمور وتظلل على ما الشمط تمديث المغرب نزل ديالك من اين لك هذا؟ همشي الحديث دي قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا تمطوط ديال الخلا تزال ذيهين في زمرين تجور وكذا بعد كاين هو تمطوط ولا قالت تزال سويت خمسيس ايش هذا المحنه كذا شويه وين فهم النصوص ماشي هكا فهم النصوص ماشي هكا. الى كتاب اعلام الموقعين ان شاء الله هزكا سيشرح لمن اراد ذي زاويه سيدي فالوا رجاونا ازكى ما يكتب ربي وقال زمرن في 9:30 ان شاء الله يكون شرح. طبعا الاخوه كلفوني باش اقول المفروض ماشي كدينين كتاب من اعظم الكتب خاصه في موضوع الفتوى زمر غاكيني قليل كتابين ديال الدونيث يدي مسن في الفتوى من الكتاب كي اعلام الموقعين عن رب العالمين ويكتبن تلميذ ابن تيميه اسميس ابن قيم الجوزية وكي يهضر في الفتوى شيء عجيب بعد يهضر في العقل
إنك العقل إلا قاذيلي باش تفهم النصوص، ماشي العقل تبلوكيض بلوكاج توتال، تكونجليض، تروحوا على النصوص مباشرة ستخطئ. إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة، ارفع الأذان ولو كان وحدك تكسر المال أذن، فارفع صوتك، ارفض صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤمن جن ولا إنس. داقي ماشي كان ذا الإنس ولا ذا الجن ولا الجن قلان لا نراهم وسنتسوالي راه الجن ما غد تسوالين. ربي دينا يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لذلك بعدين ولا شيء صافي. أما ذا الإنس البشر، أما ذا الجن، أما ذا الشيء ذا خيال ذا زمور ذا زهر كذا إلا شهد له يوم القيامة. يعني تصور يوم القيامة أدسنو قال لك هذا الشهد لك. لذلك الإنسان يجتهد في الإكثار من شهود الخير، كل يوم دين غادي يجتهد إنه يزمر باش يسعوا الشهود أطاس خير الله، أطاس الشهود أدي الشهد في الله يوم القيامة الخير. وقيل يوم بفريد الأذان. قال أبو سعيد الخدري واش قال في نهاية الحديث؟ قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام الذي قاله أبو سعيد الخدري ذلك الصحابي إن يسلي غاسل في صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام النسائي والإمام البيهقي والإمام أحمد وغيرهم. إلا حديث وايض عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إن جاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة. يعني المؤذن إن ياسي معاوية ناس أثن أروح الزلط، فقال معاوية أشو سينا إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. حديث خرجه الإمام أحمد والإمام مسلم والإمام الترمذي وغيرهم. ما معنى أطول الناس أعناقا؟ يسعى عدة معاني. من هذه المعاني معناتها ربي سبحانه تطول أعناقهم زرم ذي يوم القيامة كل يوم على حسب دنوفيس، على حسب سيدي واس دوضر تاع بوطيس وغرث ميط واس في الشرير وغرث مقرت وذي غرق والعياذ بالله ذي الدنوبينس. إناك المؤذنون أسنف كربي ثغزي، يعني أمقرض نص غزيف، طبعا فيه معنى الكناية. ربي سبحانه ينجيهم تطول أعناقهم وإن شاء الله وربي ينجيهم من الكرب العظيم. وقال المعنى الأول. المعنى الثاني هذا موجود عند العرب، إنك معناه وقال هم سادة بكر العرب مرسل فلان طويل العنق. شو المعنييس؟ المعنييس عليه الشانس، معناه سيد القوم. ثقي في لغة العرب طبعا نفهم النصوص النقلية بلغة العرب، اللغة العربية، ومرجعنا لغة العرب الأصلاء. سادة القوم يعني يرمز إليهم بطول العنق، فلان طويل العنق، معناه مقر الشانس. وقيل المعنوي السين. إلى المعنوي الثلاثة مهم. المعنيس يتشوقون إلى رحمة الله، ذنيتي ذي مزواذ ولين الخير من ربي سبحانه عز وجل. نغالا ظهر كان ما يلقي من مدن تفضيون في مكان مرتفع وغزيف ذنسالي ولين قبل ذوالين ويار، ليس كذلك. نغالا هذا صفي الله يبارك ما شاء الله. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. ذا كذا قال كوتي واحد آخر كاين الخير ذا مقرن من الشيطان لا يحب الأذان، لا يحب سماعه. أتدرون لماذا؟ لأن الأذان شعار الإسلام، ذيك كل رموز الإسلام داخل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، توحيد، أشهد أن محمد رسول الله، الشهادتان، وبعدين حي على الصلاة، الصلاة عماد الدين، حي على الفلاح، معنى الفوز. وطبعا الشيطان ما يحبش الناس تفوز، ماذا بك ما يصليوش حتى يوصل 70 سنة ولا ما يصليش أصلا. إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، الشيطان يهرب.
حتى لا يسمع النداء، باش ما يسمعش، يجينيه إنه حتى لا يسمع النداء. فإذا قضي النداء خلاص الأذان يكفى، أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة، أدبر حتى إذا قضي التثويب، أقبل حتى، يعني الشيطان يخدي تونتاتيف السيم سينو تروحها ونزال إلى آخره، إنه حتى يختار بين المرء، يعني إنه لما يصلي شوبوزون وين نصلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين كي يروح يدخل في الصلاة الشيطان ما يخليكش، واش يدير لك؟ أكيد سمحتي ضرايا غاك يعني شحال الأمور ولا ديما دمشي لا جومبا يصلي، صح ولا ماشي صح؟ أبو حنيفة مرة قال له واحد: يا إمام نسيت كذا وكذا وكذا، نسيته. الناس تدخل في الصلاة، خاطر الشيطان درك يجيب لك الرادار، GPS، تفكر كلش. بعد الشيطان واش يقول لك؟ هكذا جاء في الحديث، حديث خرجه الإمام مسلم والإمام البخاري متفق عليه: اذكر كذا اذكر كذا، يعني باش تكونسونطري ضارة، باش ما تركزش في الصلاة. لماذا؟ لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، باش يخربوك تصليت. ارزموا الحمد لله إلا ما يقارن السجود السهو، رقع صلاتك ما تخافش، عندك يا إما بالسجود السهو يا إما بالاستغفار. سجود السهو ما تصوب حاجة، طبعا فيها تفاصيل، ماشي كل حاجة، ماشي كي تنسى ركعة تقول ندير سجود السهو قبلي، لا كاين أحكام، كاين أمور يسجد لها قبليا، يعني قبل ما تتسلم تسجد سجدتين ثم تعيد التحيات ثم تسلم، أو لا تعيد التحيات ثم تسلم، ودي قال السجود السهو القبلي. السجود نتا قبل أتسلمض، السجود السهو البعدي المغرب 3 ركعات وانت صليت 4، كيفاش دير؟ ما تقولش انولي، بعض الناس يقول كاروفير انولي، ما كاينش انولي، لا كي تكمل تقول صليت 4 ركعات، سلم ابري دير 2 سجدات يسمي السجود السهو البعدي، يعني السجود نتا ثلث من بعد مثل كيف تزليت. وكي قارنس رقع نزليت الا وقع وايض، كي نكملوا الصلاه دائما نقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. علاش نقولوا هكذا؟ معناه كاش ما نقص كاين سور بلا شك، على الاقل ينقص الخشوع، انا غادي بس بعض الشباب يكتبوا في لي جاكيت نتاعهم واحد هناك نقرا لك بليسيتي، نقراها كاع، نقراها كل ركعه نقراها، يقرا قال لك البصر نتاعي يروح ديريكت للظهر نتاع هذاك صاحبي ونقرا. سي بور سا مليح واحد ما يجيبش التريكوات ولا اللي معمرين الهم، ولكن جابها هكذا نكتبوا، يعني خليه هكذاك وخلاص. لذلك من اسباب الخشوع النظر الى موضع السجود، يعني يقول باش يتدرب الى قد يتسوى كان عند يسجد. ثورة تختار بعض الحديث فيما بقي من لحظات. حديث أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. الحديث أخرجه الإمام مالك. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. باقي رواية من رواية الحديث، هناك أحاديث كثيرة سيأتي بيانها في مستقبل الأيام، خاصة كي نتكلموا على ما يسمى ب وكذا قد يستسني، يعني ديس روتار ديال الزليث مشى يقضوا فزليثيس اميك اسيدي رقع، يعني تجد فيه تفاصيل كثيرة جدا، طبعا لا تتسع هذه الدقائق لشرحها، ولكن الهدف نغدا شو في الحديث كي إنك مثل ظل الأذان سوحر بدمس اون فيتاس تزلا، ممكن يروح بالهرولة مقبولة عند العلماء، ولكن الأصل أن كما جاء في الحديث إنك وأتوها وعليكم السكينة، يعني يروح بنادم ننسى السكينة الصراحة الوقار، ماشي لا فيتاس راه يخدم أي غار. لماذا؟ الحديث في قنت إنك فما أدركتم فصلوا،
أد الأين الحقض يدقض عادي الظليث صلاة الجماعة الظل يكشمك ذا الإمام وذا قيث مثل ماشي ديك الشميون ذي قيم ذي هنا ذي تراجو السيني واقيلا ذي ركعتين قاروث هذه تراجو اونكا يسلم الشيخ بعد نسالي هذه الظل واحد كامل خاطي ذي الحالة ذي دوفيض الجامعة يكشم أما ذي الركوع تحسب ركعة ما تفطد بعد العودة من الركوع ذي السجود ما كذا يكشم ذي السجود ما ذي الجلوس في هيئة ما أنكي تدوفيض يكشم أي غير ساذ الأجر إن شاء الله تعالى مثل حقض ديوث من الركعة سعيض أجر صلاة الجماعة طبعا ماشي من سيدي الحق سيد مزواروث يقولوا باران من الحسنات مخلف يقينا ولكن ثبض أجر الجماعة ولو كان الحق ديوث من الركعة بل ولما يلود الحق دار لا شيء هذه الحضرة الجامعة تفضك فانت ظليت إن شاء الله عندك أجر طبعا ماشي أجر لا تحصل أجر الجماعة كما يحصلها الذي لاحقها ولكن ذاك المهم المقصود الرسالة نتاع الحديث إنك وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أين كيفاثن تروح ركعان أو سنات أو ثلاثة أين كيفاثن أثيد رقعض أثيد غرمض فأتموا ولكن إلى الحديث واضنات وأما ما فاتكم فاقضوا صافي روايات الأحاديث أوين دينا فأتموا أوين دينا فاقضوا أدن السفغ أتصن الأحكام أثنت نسفهم إن شاء الله الوقت المناسب ماشي يسا ودنفكم بعد لا براتيك خاطر لا مثلا يوم ما إلا ديال الظليث العشاء فاتيت كان ركعة يسهل مي يسلم الشيخ هذي كرم بلا ما يكبر هذه وثنا الركعة ميش كتيدياوي الفاتحة هاكد الصورة نغا تيدياوي الفاتحة وحدث ما تيدياوي الفاتحة هاكد الصورة صافي داير السنين كيني ثلاثي لان 4 ركعات الركعات مزورة العشاء تروحي الحق غدتي السناث الفاتحة والصورة جهرا السناث نذا تنقورا سرا ثاني فثن تسينا ثم زواروث بالفاتحة والصورة لذلك أتسكرض أتداوض جهرا صح توالي من الغاشي للإخوة كي يخدمن ميزمر ويضط سيفها ماشي هكا كيفاتي موكيني كيني لحق 3 ركعات روح غير سنقاروث صافي تيدرنو سرا تخصي وثنا ركعات تيدرنو سرا وبعدين إلا من بعد البناء في الأفعال والإتمام في الأقوال سورتو عند المالكية تفصل على التفصيل وثاقي صدقوني باش تنفهمه إلا قات نخدمك تطبيقات ذاك سير بلاس قال مثلا يوني الحقد المغرب ركعتين قاروث فقط صافي روح انت السناث فين دي الحق الصلاة الركعة السرية السناث يروح جهرية يا ترى مدينة الشيخ السلام عليكم مدينة الله أكبر ذكر أديوي السناث من جماعة أنت غادي يوث واحد غادي يخدم التحيات الجلسة من بعد ذكر ديال ثايض صافي شحال اللي ديتاي بكل صراحه ثاقي واذا غنى صلاه العصر كيف ايما لحق ديوثنا الركعه صلاه العصر قد لحق ركعتين قبل صافي 3 سنتي مزوره الفاتحه والسوره تيس 3 اللي هي ركعه ثالثه السريه لن ديتاي وذاكي كديني معظم الناس لا يعرفون الاحكام الفقهيه من أهل الفقه ماشي يعني عموم الناس يبان خطر فيه تفاصيل دقيقة جدا من خلال الأحاديثين فقلنا لهم دقيقة طريقة تشويقية كان ذا شوق كان باش إن شاء الله في الدرس أديس أدي نحضر قاع الصلاة قد نفكيك التفاصيل هكي المهم النبي عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا أشوف من بعد مشي غادي الصفرح فإن أحدكم
في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. يعني وتحرارة وخدم لا فيتاس باش هاد الحقض مادام وليه يزوار تصيد النية أتلحقض تصلي في الجماعة ولا موت تقضي عذارة تصيد لاجر، هذا ما كان معناتها ربح في لافير ربح في لافير. فهم المقصود ماشي تخدم لا فيتاس استزلا ودرزت صودا لكن لا لا روح كان السكينة والوقار. والحديث هذا أخرجه الإمام مالك. وهناك أحاديث أخرى أكتفي بهذا البيان، إن شاء الله نكمل بعد 15 يوم إن شاء الله وقدر أحاديث الموطأ. هناك أحاديث أخرى في الباب ما زالوا نشرحها إن شاء الله ما يرضى ربي. جاوب تلويث. نعم اسمح. أي بارك الله فيك. سؤال مهم. هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك روايتان، الرواية الأولى لم يؤذن في المسجد، دائما بلال المؤذنين سنذكرهم في برمي الأمور بس إن شاء الله درس وايض. ولكن هناك من قال أذن في غير المسجد، معناتها الصحابة ظل الناس ينتسى الناس يا رسول الله نبغى نسل الصوت الأذان سقيمي. سنذكر هذا إن شاء الله، ولكن الرأي الأقوى هو الرأي الأول في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.